تشقير الحواجب وما حكم إزالة الشعر الزائد بين الحاجبين إذا كان كثيفا؟ ليس المرأة أن تزيل الشعر بالحاجبين لأن هذا من النمص، والتشقير هذا إذا كان شعرها أسود فلا حاجة إلى التشقير، فهذا من تغيير خلق الله ومن التشبه بالكافرات والفاسقات. ولم نكن نسمع أو أحد يسأل من النساء عن تشقير الحواجب حتى وجدت الآن اتصال بالعالم الخارجي، وصرنا يرى في الشاشات من يشقر الحواجب وفي المجلات وفي الصحف، وصارت تسأل المرأة عن تشقير الحواجب. ما داعي لتشقير الحواجب، تترك حاجبها كما خلقها الله، إذا كان أسود الحمد لله هذا أجمل شيء، لا تغير خلق الله ولا تشبه بالكافرات والفاسقات. نعم. تقول ما حكم جهل؟ هل هناك أجمل من الشعر الأسود؟ لكن انتكست الفطر، بعض النساء تغير الشعر الأسود تجعله أشقر. لماذا؟ الشعر الأسود أجمل شيء، لكن إذا كان في شيء لا بأس تغير الأشقر، يغير شعر الرأس أو شعر اللحية بالأشقر لا بأس. لكن إذا كان ما في شيء بشعر أسود لماذا تغير أشقر؟ الأسود أجمل من الأشقر، لكن انتكست الفطر. نعم. لا ما يصلح، وإذا كان يوهم بأنه فيه نمص يكون أشد. نعم. تقول ما حكم